يعني فهذه الكتب التفسير ذهبت إلى كواعب أترابة، لأن الكواعب هي الفتيات الجميلات بلون أبيض وعينين واسعين، وعندهم ناهدات، عندهم نهود خارجة بارزة، ناهدات، لأن العرب تقول إن نهدت البنت إذا ظهر نهدها. فإذا قلنا بأن الكواعب حسب التفسير القديم الذي تقادم، إذا قلنا كلهم يعني كلهم الطبري، ما عندي كلهم، عندي طاهر بن عاشور والقرطبي والطبري وابن كثير، كلهم عندي كلهم. وليس الرجال عندهم بنات ناهدات والنساء نساوهم في التفسير. للرجال والنساء في الجنة سيكون النساء والرجال. الخلق كيف سيكون لا أحد يعلم. كل الناس مفتونين بالحور العين، سنعود للحور العين التي في القرآن وليس التي في عقول الناس. يعني ستجدون يعني الكاعبات هي النساء الطويلات الجميلات المتساويات في السن، الشابات اللي عندهم نهود خارجين في التفسير. يعني تكلمنا عن هذا الأمر، هذا لا علاقة له بالبتات. وتقديس الصحابة ليس شرطا وليس ركن من أركان الإسلام. لو بغيت الكلام الصحيح لازال ما يتقال تقديس. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وفيما ذكرناهم نقول رضي الله عنهم إكراما لهم إجلالا لهم، لكن لا نقدسهم، ليس صحيح. لأن هذه كأسا دهاقا كلهم شرحوها بالخمر دائما. لماذا؟ لأن العرب تقول لا نسمي الكأس كأس إلا لما يكون فيها خمر. غير صحيح، ليس صحيح. الحور العين اللي في القرآن بدأوا يقول لكم نكر الحور العين وهي في القرآن. لا، نكرت الحور العين اللي في مخ بنادم وفي مخ المفسرين، أما الحور العين اللي في القرآن هي التي سنبينها ما هي. قراءة القرآن يعني أن تتمعن جيدا وأن تقرأ بالبعد الإلهي، بالبعد الكبير، البعد الغيبي، بعد الآخرة وليس بعد الدنيا. لا تقرأ القرآن ببعد الدنيا، ولو أن الأوصاف التي يصف الله سبحانه وتعالى هي في الدنيا هي فقط ليقربنا من المعنى، لأننا غير قادرين على تصور الجنة. الإنسان بعقله المحدود لا يقدر على تصور الجنة يا عباد. وليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي بلغوا درجة عالية. حتى الآن هناك أشخاص يبلغون مبلغ الصحابة عند الله سبحانه وتعالى، حتى الآن لازلت أقولها، لأن الله حكم عدل لا يمكن يفرق بين الناس. الله يحبنا، لماذا لا؟ الله لا يكرهنا. بركاته وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم، ودائما معكم إن شاء الله. فهذا البعد القرآني هو ليس بعد بشري. وهنا فين اختلف جميع يعني العلماء الكون والفقهاء اختلفوا في هذه الأشياء، ومن ثم من انطلقت مشكل ذات الله وصفات الله انطلقت من هنا. لماذا؟ لأن بدأوا يعني هذا المعنى الضئيل الحقير، أنهم بدأوا ينظرون إلى الذات الإلهية وإلى صفات الله. يعني كيف يمكن أن نتكلم عن صفات الله؟ لماذا؟ كيف يمكن أن نتعلم ذات الله؟ هذه ناس علماء الكون كانوا رافضين يتكلموا على هذه المسائل هذه، ومنهم اختلاف ابن سينا مع الفقهاء، أن ابن سينا قال لهم بأننا لا نبعث بالجسد يوم البعث، لا نبعث بجسد. نعم صحيح. هل سنكون هذا الجسد هذا الجسد الذي عشنا به في الدنيا، فهو يتلوث ويتوسخ، وأشرف الله قدركم يتبول ويتغوط ويصيبه مرض ويصيبه مغص، ويعني يهرم يعني شيخوخة، والأسنان تتخلخل، والنظر كذلك هذا ينقص. هذا الجسد الذي عشنا به في الدنيا، وليس هو الجسد الذي سنعيش به في الآخرة، لا يمكن. هناك بعد آخر، كيف سنكون لا ندري، لا أحد يعلم. إن الروح ستكون أكيد، لكن كيف ستكون هذه الأجسام؟ يجب أن تكون أجسام عندها خلق آخر يختلف عن هذا الخلق لكي تعيش إلى الأبد. يعني أما إذا بعثنا الله بهذا الجسد لا يمكن أن نعيش في الجنة بهذا الجسد. لا يمكن. ومن ثم فين كان الخطأ ديال المفسرين ملي بداو كيفسروا الجنة، بداو كيفسروها بالبعد الإنساني، البعد البشري، أن ستكون نساء جميلات، وأننا سنأكل ونشرب، وأننا يعني هذا نفض أبكار النساء وسنعمل كذا وكذا. هذا بعد بشري، هذا بعد حقير، بعد دنيء جدا. هذا بعد يجب أن نرى الأمور يعني ببعد آخر، جنة وليس يعني. فهذه حياة أخرى، نشأة أخرى لا علاقة لها بالحياة الدنيا.
وهذا يعني هذا في الله، حتى الله سبحانه وتعالى لما يصف بعض الأشياء فهو منزه عن وصف بعض الأشياء في جميع الكتب السماوية، في التوراة والإنجيل والزبور، ويعني هو منزه عن وصف بعض الأشياء، الوصف الإنساني، الوصف البشري. فسنتناول هذا الأشياء. عليا الأشياء التي ستقرؤون في التفاسير هذه القديمة أنها أخذت بالبعد البشري فقط، أن الناس فسروها على هوى الإنسان، على يعني شهوة الإنسان، ولكن كان عليهم أن ينظروا نظرة أخرى، يعني نظرة كبيرة، نظرة عظيمة، يعني نظرة يعني على الأقل هذا البعد، هذا البعد القرآن هو يجب أن يكون بعد غيبي، يعني شيء بعد دنيوي، يعني بعد بسيط هكذا، يعني الأمور بكل بساطة وبكل سذاجة. في سورة عامة يصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النار ويصف أصحاب الجنة. هو وصف بسيط يعني في 3 آيات: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا جزاء. فهذه 3 آيات هذه تصف، يعني رغم أن من قبل منا الكفار وصفهم في آيات كثيرة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا. يعني هذه الجنة لا وصفها. إن للمتقين، كلمة المتقين تعني الرجال والنساء، النساء كذلك سيدخلن الجنة. إن للمتقين هذا جمع هذا عموم، يعني فيه يعني هو جمع الذكور والإناث، يعني فيه جمع الرجال والنساء. إن للمتقين، إن للمتقين مفازا، طبعا يعني إذا دخلنا الجنة فهو أكبر مفاز، طبعا سيكون مفاز. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. انظروا تسلسل في الوصف، حدائق وأعنابا. كل الناس يعرفون الحدائق. كلمة أعناب، ركزوا على كلمة أعناب. حدائق هي جميع الأشياء، حديقة هي جاردة، حديقة اللي فيها أشجار وفيها ثمار وفيها خضرار وأرض معشوشبة وجميلة، نسميها الحديقة. الأشياء التي تنبت فيها شيء تسمى الحديقة، كل ما ينبت فيه نبات يسمى حديقة، والحديقة لازم يكون فيها أشجار. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا المعطوف على الحدائق والأعناب يجب أن يتبع، ولم ينتقل الله سبحانه وتعالى في الفصل إلى خلق آخر. فيعني فهذه الكتب التفسير ذهبت إلى كواعب أترابا، لأن الكواعب هي الفتيات الجميلات بلون أبيض وعينين واسعين، وعندهم ناهدات، عندهم نهود خارجة بارزة، ناهدات، لأن العرب تقول إن نهدت البنت إذا ظهر نهدها. والجمع تما ما عرفناش واش الجمع كاعبة ولا كاعب ولا كعيبة ولا كعب، عرفناه الجمع كواعب، يعني لأن هذه الجمع على وزن فواعل هو تكون لفاعلة، فاعلة هي التي تجمع على وزن فواعل. يعني هذه في اللغة العربية هكذا، يعني لما نقول يعني قائمة نقول قوائم، ولما نقول مثلا هذه عاطفة نقول عواطف، ولما نقول عليل هي الفاعلة تجمع على فواعل. هذه في اللغة العربية، هذه القاعدة العامة. فكواعب أترابا حدائق وأعنابا. وهذه المهندسين هذو المهندسين الزراعيين أغرونومي، المهندسين الزراعيين والذين درسوا علم الأحياء النباتية، هذه الفيجيتال، هذه بيولوجي، علم الأحياء النباتية، وكذلك المهندسين. وأظن أن المهندسين الزراعيين يعني في غراسة البساتين، هذه غراسة الأشجار، يعني يفهمون جيد هذه الأمور هذه. فيعني حدائق أعناب، أنتم تعلمون أن العنب، شجرة كرمة العنب أن تخرج محالق. معنى محالق لولبية، محالق لولبية. الفلاحة كيفهموا هذه الأمور هذه ببساطة. شجرة العنب هذه كرمة العنب تخرج واحد أسلاك مثل الأسلاك لولبية، تسمى المحالق لولبية، كتقبط بهم كرمة العنب اللي كتكون طالعة، وممكن تطلع حتى يعني 15 متر أكثر. يعني كتقبط بهذوك المحالق، كتقبط يعني تشد بهم ثم لكي تتسلق.
ثم هذا الأعناب، الحدائق والأعناب، هذه الأعناب هذه ما غاديش يغرسها بشر، ما غاديش تغرسها الملائكة، لا ندري. هذه ستكون في الجنة. الجنة ليس فيها عمل وليس فيها غراسة ولا غادي يرويوها بالماء ولا شيء. الجنة فيها يعني خلق من ديمونسيون، يعني من بعد آخر. يعني وستكون كبيرة وعظيمة ومتينة وليس فيها اعوجاج وليس مثل خلق الدنيا. ستكون يعني نظيفة وجيدة يعني تبهر في النظر إليها. حدائق وأعناب وكواعب أتراب. الكواعب هذه الكعيبية باللغة الزراعة، علم الزراعة. الكعيبية هي عرش، هي عرش الكرمة، هي عرش الكرمة فقط. هذه هي الكعيبية باللغة العربية. يعني ستجدون يعني الكاعبات هي النساء الطويلات الجميلات المتساويات في السن، الشابات اللي عندهم نهوض خارجين في التفسير. يعني تكلمنا عن هذا الأمر، هذا لا علاقة له بالبتات. فالله يصف الجنة فقط. حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وحتى كأس ستجدون في التأثير أنها كأس خمر. دائما الخمر، ديما الخمر عند عباد الله في عقولهم، ديما الخمر. فربما يكون شراب أحسن من الخمر بكثير، وربما يكون يعني أشياء كثيرة في الجنة، وليس هذا يعني غريب، شيء غريب. كواعب أترابا هي هذه كرمة العنب لما تخرج المحالق وتقبض بهم، يعني تشد بهم هذه لكي تتسلق، ثم في الأخير تكون شيء مثل قبة، مثل بيت. يعني هذا على شكل مكعب، يعني رباعي الأبعاد، يعني في 4 زوايا. يعني هو مكعب ليس رباعي، وعليه 8 وليس 4. فهذا على شكل مكعب. لكن كيف هو هذا المكعب؟ هل بطول 2 3 أمتار؟ لا، سيكون الجنة، لأن المتقين سيكونوا كتار، والمتقين نساء ورجال سيدخلون لهذه الكواعب أتراب، نساء ورجال. فإذا قلنا بأن الكواعب حسب التفسير القديم الذي تقادم، إذا قلنا كلهم، يعني كلهم الطبري، ما عندي كلهم، عندي طاهر بن عاشور والقرطبي والطبري وابن كثير، كلهم عندي. فيعني آخر تفسير هو طاهر بن عاشور، هذا يعني تفسير شيئا ما قريب شوية، ولكن كذلك تأثر بالنقل، هو نقل من طبري وابن كثير والقرطبي هذه الأحكام. فهذا يعني هذه الكواعب أتراب ستكون شيء جميل جدا، ولكن لا يمكن أن نتصوره، أن العنب هو تلقائيا سيبني هذه الكواعب أتراب. ليس الناس اللي غادي يبنيوها، ولا الخدامة، ولا المزارعين، ولا العمال، ولا شيء. هو هذه أشياء ستخرج هي. ثم لما تصعد تعلمون أن العنب، كرمة العنب، هذه العناقيد تتدلى، ويجب أن تتدلى على بعد قريبة من الإنسان، لكي لا يعمل مثلا سلم ولا شيء يصعد فوق منه لكي يأخذ العنب كما نفعل في الدنيا. هذه أشياء ستأتي إلى أمامك، إلى أمام فمك، تأخذها بسهولة، لأن ليس هناك تعب في الجنة. ثم المزارعين يعلمون أن العنب لا يمكن أن يكون صافي، لا يمكن. عناقيد العنب دائما مخدوشة، دائما عوجاء. لماذا؟ لأن البرد يحركها، وهي ترتطم بكرمة العنب، فهي دائما فيها خدشات، ودائما يعني ليست يعني هذا. في الجنة لا، في الجنة ستكون أتراب. معنى أتراب يعني لم تلمسها حشرة ولا شيء، وليس فيها اعوجاج ولا خدش ولا تكون صافية يعني ومتساوية، ويعني هذا أتراب خالصة صافية نقية طاهرة نظيفة بدون خدش بدون أي شيء. هذه هي أتراب. كواعب أتراب هي تابعة لحدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق للنساء والرجال. للنساء والرجال، وليس الرجال عندهم بنات ناهدات والنساء نساوهم في التفسير. للرجال والنساء. في الجنة سيكون نساء والرجال. الخلق كيف سيكون لا أحد يعلم. كل الناس مفتونين بالحور العين. سنعود للحور العين التي في القرآن وليس التي في عقول الناس. سنتكلم عن الحور العين وزوجناهم بحور عين، معنى الحقيقي لزوجناهم. فهذه الآية هذه غير من إلى غير الإنسان يقرأ القرآن بتمعن، بأن الله يعني منزه عن وصف البنات الناهدات الجميلات الطويلات المتساويات. لا يمكن الله أن يصف هذا. الله منزه عن هذا الوصف، وصف جنسي بشري. ثم إذا كان حتى إذا الناس أقنعونا، فماذا للنساء؟ إذا كان الرجال لديهم هذه الفتيات، ماذا للنساء؟
وشوفوا البعد البشري يتحدى الدنيا إلى الآخرة، يعني قصوا المرأة حتى في الآخرة. هذه المرأة قصوها حتى في الآخرة، لا شيء لها، دائما يصفون للرجال يفدون أبكار الحور العين، وديما هما اللي عندهم حور عين، وديما هما اللي عندهم 72 حورية. النساء ما كاينينش، لا يوجد النساء ليسوا في الجنة. سبحان الله، غريب غريب يعني على الناس. ولذلك قراءة القرآن يعني أن تتمعن جيدا وأن تقرأ بالبعد الإلهي، بالبعد الكبير، البعد الغيبي، بعد الآخرة وليس بعد الدنيا. لا تقرأ القرآن ببعد الدنيا، ولو أن الأوصاف التي يصف الله سبحانه وتعالى هي في الدنيا هي فقط ليقربنا من المعنى، لأننا غير قادرين على تصور الجنة. الإنسان بعقله المحدود لا يقدر على تصور الجنة يا عباد. إنسان لا يقدر على تصور الجنة، لا يقدر على تصور الجنة، لا يقدر. ثم هذه في التفاسير كذلك سنقف عند الصراط المستقيم، معنى الصراط المستقيم، وسترون يعني أين ذهب الصراط المستقيم، أنه موضوع بجانب العرش وأن يمر عليه الناس. سنرى ما هو الصراط المستقيم من خلال القرآن، طبعا دائما من خلال القرآن هذه. فانظروا إن للمتقين نساء ورجال حدائق وأعناب جميلة جدا وكواعب أتراب. هي هذه الحدائق والعنب يعني على شكل مكعب وعلى شكل كواعب، وجميلة وصافية والعناقد مدلية، وفيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هنا كاين مشكل. لماذا؟ لأن إذا جلسوا في هذه الكواعب سيجلسون في الكواعب فسيسمعون أصوات، وهذا يجب أن لا يسمعوا الأصوات. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هذه الكواعب ستكون حل ايزوليشن، يعني الصوت ما يدخلش، فقط ولوحدها في الجنة، تتكون لوحدها بأمر الله ولا يبنيها شخص ولا هذا من جهة. من جهة أخرى كيف نتصور؟ قلت لكم بأن بالبعد الإنساني لا يمكن نتصور الجنة، ولا يمكن أن نتصور كيف سنعيش في الجنة. سنعود لهذا الأمر يعني بالتدقيق ودائما بالقرآن طبعا، لأن لا يمكن أن نخرج عن القرآن. وانظروا هذا التفسير هذا يعني في علم الزراعة غراسة الأشجار والبساتين، وحتى الإخوة اللي درسوا علم الأحياء يعلمون أن الشجرة الوحيدة التي عندها محالق يعني كتشد بهم، حتى أن هذه الكعيبية باللغة العربية الكعيبية هي تكون عند القصب. عرفتوا القصب؟ والقصب عنده يعني سماه الكعيبية، هي التي تكون بين الأنابيب. هذه الكعيبية هي اللي بين الأنابيب، لأن القصب عنده كعبات، كنقول لك عنده كعاب. والعنب كذلك نفس الشيء، عنده كعاب. فهذه الكواعب أتراب التي ذهبوا بتفسيرهم بعيد جدا، وهذا التفسير الدنيوي يعني بشهوتهم يريدون دائما هذه الأشياء. هذه لا علاقة لها، الله سبحانه وتعالى منزه عن الوصف ولا علاقة لها أبدا. وكل المهندسين في الزراعة، مهندسين اللي درسوا علم الزراعة، كلهم يعلمون أن هذه كرمة العنب كيف تتكون وكيف تبني البيت هي لوحدها. وهذه المحالق يعني هذه اللولبية التي تبني بها هذه الأشياء. ثم الأتراب، طبعا الجنة سيكون فيها أتراب، وغنرجعوا العروبا أتراب كذلك. كلمة أتراب سنعود لها عند عروبا أتراب كذلك سنأتي عليها إن شاء الله. فهذه الأتراب تعني خالصة صافية نقية طاهرة نظيفة، يعني شيء ليس فيها خدش ولا اعوجاج ولا يعني متناسقة وجميلة يعني وضاءة، يعني هذه هي أتراب فقط كواعب أترابا وكأسا دهاقا. كأسا صافية، كأسا مملوءة، كأسا كبيرة، كأسا جميلة، المهم كأس فقط. لا المعنى يمشي ويبقوا يفرعوا ويكتبوا لنا كأس يشربوا منها، حيث كاين كأسا يشرب منها وكاين كأسا يشرب بها وكاين عينا يشرب منها وعينا يشرب بها. مثلا تبعنا اللغة العربية حسب المعنى وحسب السياق، يعني نبقاو تما بقينا. فهذا كأسا دهاقا تفسير ناقص لكأسا دهاقا. أنا كأس مملوءة ماشي هذيك اللي كنقولوا حنا بالدارجة كتدفق، ليس صحيح، لأن هذه كأسا دهاقا كلهم شرحوها بالخمر دائما. لماذا؟ لأن العرب تقول لا نسمي الكأس كأس إلا لما يكون فيها خمر. غير صحيح، ليس صحيح. الأشياء التي يكون فيها الخمر نسميها الزجاجة وليس الكأس.
بزجاجة صفراء ذات أسرة، هذا الشاعر اللي كان كيوصف الخمر. يعني هذا كأسا دهاقا تابع للتفسير الأول. الناس غادي يكونوا جالسين، كيف سيكونون جالسين في هذه الكواعب أتراب؟ نساء ورجال، أو النساء لوحدهم والرجال لوحدهم؟ هنا سيكون زوجناهم بحور عين، هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله يعني في المرة المقبلة. سنتكلم عن معنى زوجناهم بحور عين، وسنأتي على الحور العين التي في القرآن وليس التي في عقول الناس. دائما أكرر، الحور العين التي في عقول الناس اللي انتحروا من أجلها الناس باش يمشيوا لهذه الحور العين ليس صحيح. الحور العين اللي في القرآن. بداو يقول لك ما نكر الحور العين وهي في القرآن، لا، نكرت الحور العين اللي في مخ بنادم وفي مخ المفسرين. أما الحور العين اللي في القرآن هي التي سنبينها ما هي. لا يمكن أن ننكر القرآن. الناس يتقوا شوية لسانتهم. لا ينكر الدكتور فايد الإسراء والمعراج، لا ينكر الدكتور فايد الحور العين، لا يمكن. لكن الحور العين اللي في عقول الناس أنكرتها، الحور العين اللي في القرآن لا، لأنها تختلف. هي باش نكونوا معقولين. الفايد لم يتجرأ على الصحابة، وتقديس الصحابة ليس شرطا وليس ركن من أركان الإسلام. لو بغيتوا الكلام الصحيح لازال ما يتقال تقديس. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وفيما ذكرناهم نقول رضي الله عنهم إكراما لهم إجلالا لهم، نعم، لكن لا نقدسهم. تقديس الصحابة ليس ركنا من أركان الإسلام. نحبهم نجلهم، نعم، نقول رضي الله عنهم، نعم، صحيح، ولكن القدسية لا. وليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اللي بلغوا درجة عالية. حتى الآن هناك أشخاص يبلغون مبلغ الصحابة عند الله سبحانه وتعالى، حتى الآن لازلت أقولها، لأن الله حكم عدل لا يمكن يفرق بين الناس. حتى في وقتنا ممكن يكونوا ناس، ممكن يوجد ناس الآن يبلغون ما بلغ الصحابة عند الله، لكي لا يبقوا الناس يعنون بأن غير هذوك اللي غيدخلوا الجنة وحنا رحنا كفار وغندخلوا جهنم وحنا رحنا تبدلنا وغيرنا وحنا رحنا كفرنا وحنا رحنا لا نعبد الله وليس نبعث لنا ولحنا. هذاك الخطاب يجب أن ينتهي، لأنه يجعل الشباب يحبط. لأن الشباب تحبط. كاين الشباب اللي انفر من الإسلام على قبل هذه التفاسير هذه، كاين شباب ارتد فقط من أجل هذه التفاسير القديمة. ولذلك والله لن نترك الشباب إن شاء الله يرتد، سيحب القرآن وسيحفظ القرآن وسيحب الله سبحانه وتعالى لأنه يحبه. الله سبحانه وتعالى لماذا يصف لنا الجنة هكذا؟ الله يحبنا، لماذا؟ لا، الله لا يكرهنا، الله يحبنا، ويجب أن نعبد الله لأننا نحبه. ولما نعبد الله لأننا نحبه شيء آخر، ليس لأننا خايفين من جهنم، لا، أنا أعبد الله لأنني أحبه بغض النظر عن الجنة والنار، لأنني لا أعرف في غنمشي والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يدخلني للجنة ولا النار، لكنني أعبده لأنني أحبه ومقتنع به وأحبه وأعلم أنه موجود معي وموجود في كل شيء، لأنني درست وجوده في كل شيء، كل شيء في القرآن.